جيتكم بسلطة الشمندر اللي هو البطراف، احنا عندنا في الجزائر نقولوا له باتيحار. ودرنا اليوم ثاني تشوكة بالطرشي والطماطيش والبيض، رافقتهم مع شوية بطاطا ونقانق. نبداو بطريقة التحضير. عندنا كمية من الطماطم، كمية من الفلفل الأخضر، 4 سنينات ثوم، عندي ملح وفلفل الأسود. نحو نشوفو الطرشي تاعنا ونديروه في الساشي كيما العاده ونخلوه حتى يبرد لنا شويه ونقيوه ومن بعد نولوا ليه. دوكا نروحو للطماطم، ندير لها هذه العمليه باش تطرى القشره تاعها وتجينا سهله. كي تكون شويه يابسه تجينا سهله للتقشير، باش نقشروها نديروا لها هكذايا ومن بعد نقشرها عادي. واذا كان طماطم طايبه مليح، من الاحسن تكون الطماطم اللي طايبه مليح، يجي الذوق تاعها احسن وسهله في التقشير تاعها. هكذا وانا نبدا نقشر فيها، نقشر كامل الكميه تاعي كيما راكم تشوفوا. نحاولها كاع القشره، حاولوا الماكسيموم باش ما نحوش من الطماطم تاعنا، نحاول غير القشره. بون البنات انا عندي حندير لها غير البيض من الفوق، وانتم تقدروا ترافقوها بالجبن الطاري، تقدروا تزيدوا لها الجبن المبشور. يعني قد ما تزيد لها صوالح كيما هكذا قد ما حتجي بنينه اكثر. وشنو هي، خلو برك المرقه تنشف مليح مليح ومن بعد زيدوا لي فرomاج تاعكم وزيدوا لها البيض. تحبوا تستغنوا على البيض، اذا درتوا لي فرomاج ثاني عادي، المبشور والجبن الطري. هكذا قشروها كامل هكذا بنفس الكميه. الا كانت عندكم يابسه شويه كيما اللي عندي انا، طريوها بهذه الطريقه باش تجي سهله للتقشير. هكذا طريوها كامل. ما حبيتش نقطع لكم الفيديو باش تشوفوا كامل الاسرار تاعها باه تنجح لكم. نرحبوا بالمشتركين الجدد تاعنا، مرحبا بكم في قناتكم. ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن مشتركين الوالا والجدد واللي راهم جايين ان شاء الله. واي وصفه راكم حابينها ما عليكم غير تخبروني وانا ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. هكذا نقشروها كامل. ما تنسونيش من اللايكات، سبسكرايب، تعليقات ايجابيه كيما نتوما. شحال نفرح كي ندخل نلقى دوك التعليقات، ما شاء الله عليكم، ربي يحفظكم ميزامي. هكذا نحو كامل الشوائب القشور. نكمل كامل الكميه تاعي ونولي لكم. البنات كميه تاع الطماطم ماهيش مرتبطه بكميه تاع الفلفل الاخضر. شحال حبيتي ديري عادي، تحبي تكثري الطماطم تحبي تكثري الفلفل الاخضر، لكن الاختيار. نكمل كامل الكميه. هكذا راني كملت كامل، قشرت هذيك الطماطم اللي عندي انا. دوك نقطعها الى مربعات صغيره هكذايا. كملوها كامل على نفس المنوال. شوفوا الحبانه هذه مش طيبه بزاف، جاتني فيها شويه الزريعه، وهذاك الماء تاعها نسي نحيه. الحبات اللي تشوفوا فيهم الزريعه بزاف نحوا لهم الزريعه تاعهم. تعطي
ذوق القارص في التكتوكه تاعنا يبقى نحيوها احسن. نحيوها كامل هذيك الزريعه والماء هذاك يعطينا ذوق عيان في ماشي شباب في التكتوكه تاعنا. نعم هكذا. كاع نفس الطريقه، وين نلقاو زريعه نحيوها ونقطعوها مربعات صغيره حتى نكملو كامل نفس على نفس المنوال. البنات راني حطيت لكم في النادي باش تخيروا لي واش من الغوصات اللي راكم حابين نطيبها لكم. لا فوتو اللي نلقى عليها اعجاب اكثر هي اللي راح ان شاء الله باذن الله نبدا بها. راه جاي عيد الاضحى، ماذا بكم تقولوا لي واش راكم حابين نطيب لكم. دوك نزيد نقطع ثاني هذيك الفم تاعي. انا ما نحبش نسكرفجها، ما نحبش نفرمها، اللي حبت تفرمها تفرمها لك الاختيار. انا نحب نقطعها هكذايا، نقطعها قطع دائريه. البنات هذا تكتكه ولا غير صيفيه ما شاء الله، تقدري ترفقيها معاك البحر، تقدري تاكليها في دارك. 5 دقائق وهي وجدت وخفيفه ما بالنسبه للصيف. هكذا زدنا في الكحل الملح ونزيدوا لها كميه من الزيت ونحطوها فوق النار، نخلوها حتى تطيب لنا مليح وتتجمر ومن بعد نولوا ليها. ولا هنا كنت كما قلت لكم شويت هذيك الطرشي ونقيتها وقطعتها مربعات. بعد ما طابت لي تكتوكه دوكا نرمي فوقها هذاك الفلفل الاخضر ونخلطهم ونخليه ثاني هو يزيد يدي البنات تاع الطماطم. نغطي المقله تاعي ونخليه يكمل طيابو. عليكم وعلى تجربوها مش راح تندموا باذن الله. ولا هنا حنديروا سلطه الشمندر اللي هو البيضاف. بعد ما غليته في الماء والملح قشرته وحطيته برد لي. درك نكمل التكتوكه ونعاود نولي للسلطه. نديروا 2 حبات بيض نضربوهم مليح، ندير لهم شويه ملح ونرميهم على ديك التكتوكه. كما قلت لكم من قبل اللي حبت تدير بيض عفوا جبن طري او جبن مبشور لكن الاختيار ثاني تجيب لينا بزاف. انا اليوم فضلت باه نديرها بالبيض، وانتي لك الاختيار، تحبي بالبيض تحبي بالاجبان. يعني بالاجبان ثاني تعطي بزاف ذوق رائع ما شاء الله. ولا هنا نديرو صلصه السلطه تاع الشمندر. درت نص كاس زيت، درت مغرف كبيره نصف ليمونه عصرتها، زدتها عليها ملعقه صغيره لاموط الخردل، قليل من الفلفل الاسود وشويه ملح، نميكسيهم. وهذاك الثوم راني قطع فيه ثاني على الشمندر ودرت له شويه معدنوس بقدونس هكذا.
ونميكسي لاصوص تاعي، ونعاود نجي نديرها على هذاك الشمندر، نخليه ثاني هو يرفد البنة، نخلطه مليح ونخليه بجانب يمتص هذوك الصلصة، ومن بعد نوليو ليه نحطه في طبق التقديم. يعني تجي لذيذة جدا هذه السلطة، والله جربوها مليحة بزاف لأصحاب فقر الدم، مليحة الكبار والصغار على كل حال. الشمندر معروف. رافقتنا لهنا بشوية باتي حار، يعني خرجت بزاف بنينة ما شاء الله، خرجت عليها، عليكم على تجربوها. وهنا رافقت درت تكتوكة تاعي هاي اللي خرجت ما شاء الله بنينة. رفقتها مع شوية نقانق وشي بطاطا مقلية، يعني خرج طبق كامل متكامل ما شاء الله. عليكم على تجربوها، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسونيش ميزامي تاوعي اكسبلور جام، والى اللقاء.